ازيكم يا أبطال؟ وحشتوني جدا. مستني دعمكم للقناة. هات كوباية الشاي ويلا نبدأ حالا. كتابنا النهاردة في الفيديو ده هنتكلم عن واحد من أهم كتب تطوير الذات في العالم، كتاب كيف تتوقف عن القلق وتبدأ الحياة للكاتب الأمريكي الشهير ديل كارنيجي. الكتاب ده مش بس دليل للخروج من دوامة التوتر، لكنه تجربة تغيير حياة كاملة. ولو ركزت للآخر هتخرج من الفيديو وانت ماسك مفاتيح تهدي دماغك وتسترجع سيطرتك على يومك. قبل أي حاجة خليني أقولك إن القلق مش مجرد إحساس. القلق زي فيروس صغير بيكبر ويسيطر على نومك وعلى تركيزك وعلى علاقاتك وعلى شغلك، ولو سبت له مساحة بيخليك شايف كل مشكلة 10 أضعاف حجمها الحقيقي. واحد من أخطر جوانب القلق إنه يخليك تعيش في زمن غير زمنك، تلاقي نفسك مرمي بين بكرة اللي لسه ما جاش وامبارح اللي خلاص خلص، وتنسى اللحظة اللي انت موجود فيها دلوقتي. وديل كارنيجي بيقولك أول درس: لو قدرت تعيش يومك، بس يومك فقط، هتلاقي إن 80% من قلقك اختفى. لأن اللي بيدمرك مش اليوم اللي انت فيه، اللي بيدمرك هو الأيام اللي في دماغك مش في الواقع. خليني أطلب منك قبل ما نكمل طلب بسيط، ولو انت بتسمعني دلوقتي يبقى أكيد الكلام يعنيك. اعمل اشتراك وفعل الجرس، لأني مجهز لك سلسلة هتغير حياتك حرفياً، وهتخليك أكتر هدوء وثقة وسيطرة. نرجع للكتاب. الكاتب بيقول إن أغلب القلق اللي بنعيشه سببه توقعات مش حقيقية. العقل بيحب يخوفك باللي ممكن يحصل، مش اللي حصل فعلا. علشان كده ديل كارنيجي بيقدم قاعدة ذهبية اسمها قاعدة التحليل الصريح. اسأل نفسك 4 أسئلة. 1. إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ 2. لو حصلت فعلا أقدر أتعامل معاها إزاي؟ 3. إيه احتمال إنها تحصل أصلا؟ 4. إيه أفضل خطوة أقدر أعملها دلوقتي؟ الأسئلة دي مش عادية، دي قاطعة أكسجين القلق، لأنك بمجرد ما تواجه خوفك بالحقيقة هتلاقيه بيذوب زي التلج. وده اللي بيفرق بين شخص عايش مرعوب وشخص ماسك زمام نفسه. الكاتب كمان بيشد على فكرة خطيرة، وهي أن المقاومة المستمرة للواقع بتضاعف القلق. إنك تفضل تقول ليه حصل، وليه أنا، وليه دلوقتي، ليه كده؟ أنت كده بتزود النار بنزين. القبول مش ضعف، القبول قوة. القبول مش معناه إنك راضي، لا، القبول معناه إنك وقفت الصراع اللي جواك وقررت تشتغل على الحل بدل ما تفضل تحارب حاجة خلاص حصلت. وهنا ننتقل لواحدة من أحب الأفكار لقلوب الناس في الكتاب، وهي إن القلق يكره الانشغال. العقل لما يفضل فاضي يبدأ يلف حوالين نفسه ويتعب نفسه ويتخيل كوارث ملهاش وجود. لكن أول ما تعطيه مهمة محددة، الشغل، هواية، ترتيب البيت، كتابة هدف، أي نشاط منظم، هتلاقي القلق بيخمد، لأن العقل ما بيبقاش عنده طاقة يشغلها في الخوف. وهنا الكاتب بيحكي لك قصص ناس خرجوا من أسوأ حالات القلق لمجرد إنهم انشغلوا بحاجة مفيدة. ولو جربت الفكرة دي بنفسك يوم واحد بس هتفهم قيمتها. تعال نروح لقاعدة تانية مهمة جدا، وهي إنك لازم تقطع مصادر تغذية القلق. في أشخاص وأخبار وعادات بتصب قلق عليك صب: سوشيال ميديا، نوم قليل، عزلة سلبية، مقارنة مستمرة. لو قطعت الحاجات اللي بتغذي القلق 50% منه هيختفي قبل حتى ما تعالجه. وأهم حاجة يتكلم عنها الكاتب هي المقارنة السامة اللي بتخلي الواحد شايف نفسه ولا حاجة. لأن كل واحد ليه ظروفه، وظروف غيرك مش معيار لقياس نجاحك. ديل كارنيجي بيقول لك قارن نفسك بنفسك، شوف انت كنت فين وبقيت فين، مش تبص لحد تاني ماشي في طريق مختلف تماما. نروح بقى لفكرة عبقرية في الكتاب، وهي التفكير الهندسي. الكاتب بيقول لك تعامل مع مشكلتك كأنك مهندس، مش كأنك شخص مرعوب. المهندس بيقسم المشكلة لأجزاء صغيرة، يحلل سببها ويقيسها ويشوف حلولها. أما لما تبص للمشكلة كلها مرة واحدة هتحس إنها جبل ضخم، مع إنها في الحقيقة شوية حجارة صغيرة جنب بعض. ومن الأفكار اللي بتعمل فرق كبير فكرة الروتين اليومي. وجود نظام يومي ثابت بينظم العقل وبيطمنه. لما يكون يومك منظم دماغك بتهدى، ولما يكون يومك فوضوي دماغك تولع وتشتغل وسواس في كل حاجة. والكاتب بيأكد إن الروتين مش سجن، الروتين مهدئ أعصاب طبيعي. آخر نقطة قوية في الكتاب ويمكن أهم درس فيه، إن القلق مش هيمشي لوحده. القلق محتاج قرار، قرار توقفه، قرار تواجهه، قرار تتحرك حتى لو خطوة صغيرة. لأن الخطوة الصغيرة بتكسر 60% من القلق اللي كان محصرك، واللي هتكتشف بعد التحرك إنه أصغر من اللي كنت متخيله. ولو وصلت للجزء ده من الفيديو فده معناه إنك فعلا شخص عايز يغير حياته ويبقى أقوى وأهدى.
وده في حد ذاته خطوة عظيمة. خليني أقول لك طلب بسيط، لو شايف إن الكلام ده فرق معاك وعجبك الكتاب، اعمل اشتراك دلوقتي علشان أكمل السلسلة وأكلمك عن كتب تانية هتفتح لك أبواب جديدة للسلام الداخلي والقوة الذهنية. خليني أختم معاك زي ما بدانا. القلق مش قدرك، القلق مش جزء منك، القلق مجرد عادة فكرية اتعلمتها، تقدر تكسرها وتقدر تعيش حياة أفضل وأهدى وأكثر سيطرة. أنت تستحق تعيش مرتاح، تستحق تعيش من غير خوف ومن غير توتر. ومع كل خطوة صغيرة هتاخدها هتحس إنك بتسترجع حياتك واحدة واحدة.